اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في فقره ضيف. وضيفنا اليوم هو واحد اعلامي شهير، اعلامي كبير ورئيس القسم الرياضي في قناه تيلي ماروك، حسن البصري. مرحبا بك. شكرا، مرحبا بنا عندك، وسعيد انني نتواجد معك ونتواجد في هذا الفضاء اللي هو فضاء ديال الكره، فضاء اللي كيغري بالنقاش والكلام. اكيد حنا كنتواجدوا في مركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وغادي نناقشوا في المحور الاول الانجاز المونديالي قطر 2022. استاذ حسن، كما كنعرفوا بان الجامعه الملكيه لكره القدم عينات المدرب وليد الركراكي في فتره اللي قصيره، رغم من التالق ديال العناصر الوطنيه، واش ما كانش واحد النوع من المخاطره؟ ما كنظنش كاين نوع من المخاطره، لان رجعنا شويه للتاريخ. اول مشاركه للمنتخب المغربي كانت 1970 في مونديال المكسيك. في هذه المشاركه قبل ما يمشي المنتخب المغربي للمكسيك كان واحد المدرب اللي كان معاه، اللي دار معاه الاقصائيات، اللي هو غيك ليزو. غيك ليزو ما مشاش معاه للمكسيك، يعني واخا اهله ما مشاش معاه للمكسيك، جابوا مدرب اخر يوغوسلافي اللي سميتو فيدينيك. هذه وحده. 1994 مونديال 1994 كان المدرب عبد الخالق اللوزاني اللي عشنا معاه في هذا الفضاء هذا مجموعه من المباريات الاقصائيه مع المنتخب المغربي. تاهل المنتخب المغربي غير يمشي يلعب النهائيات في الولايات المتحده الامريكيه. شكون المدرب؟ مدرب جديد اللي هو عبد الله بليندا. اذا الثالثه ايضا كانت ثابته، الثالثه هي مع وحيد اهل المنتخب المغربي في هذا الفضاء اللي حنا جالسين فيه، واللي مشى وليد الركراكي. تبدل الوليد وحيد، حرف واحد ماشي مشكل، والمغرب مشى مزيان مع وليد ضد كل التكهنات، لان كل المنتخب المغربي ما دار والو في قطر. غترجع اللومه على الجامعه الملكيه المغربيه وغيقولوا لها واحد المدرب اهلكم وجيتوا في اخر لحظه ودرتوا، حيت هادشي وقع لما تغير بليندا بلوزاني في مونديال 1994. كانت انتقادات على الجامعه، اللجنه المؤقته، قالوا لهم السيد اهلكم وديتوا واحد اخر. اذا كان دائما كتوقع، ولكن الحمد لله كانت نتائج مزيانه. بلي كانت نتائج مزيانه كل شيء اعتبر ان هذاك التغيير كان حاسم وكان له دور كبير فيما وصل اليه المنتخب المغربي لكره القدم في قطر 2022. كيف ما كنعرفوا استاذ حسن بان المدرب وليد الركراكي حقق المجد سنه 2022 مع نادي الوداد الرياضي، تتوج بعصبه الابطال الافريقيه وتتوج بالدوري الاحترافي. وليد معروف كيبدل الفيستير كما كيقولوا، بان الاجواء الايجابيه اللي خلقها داخل المنتخب، والمنتخب الوطني كان كيعاني على هذا المستوى، يعني العديد من الخيبات. الكان سنه 2019، مونديال روسيا 2018. واش كتشوف بان وليد الركراكي متمكن اكثر على مستوى الخلفيه، كما نقولوا ما وراء الكواليس ديال المنتخب؟ وهو لا يكفي ان تكون متمكنا في الكواليس، ماشي هذا هو اللي غيصنع لك النجاح ديالك. لان الا رجعتي للمسار ديال وليد راه غتلقاه لا في الفتح ولا في الوداد ولا مع المنتخب، وحتى في التجربه ديالو ديال قطر يختاروا بعنايه هذاك الفريق اللي غيمشي يدربه. راه كيمشي الفريق ديال النجاح. حتى في الفتح فريق اللي وفر لي الامكانيات، يعني بلي غنضبط الفيستير خص تكون الامكانيات، خص يكون النادي موفر الامكانيات. ماشي غنتكلم مع اللاعبين واللاعبين غادي يقولوا لي راه حنا ما كنتخلصوش وحنا ما كاينش هذا الخطاب، ما كانش عنده. اذا من هنا فاش نجح، زاد النجاح ديالو اكثر مع المنتخب المغربي. لماذا؟ لان المنتخب المغربي حنا كنعرفوا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كتوفر للاعبين ديالها كل سبل التالق والنجاح، بما في ذلك العائلات ديالهم، الافراد العائلات ديالهم حتى هما كيلقاو. اذا ضبط الفيسير مزيان، كيتواصل مزيان ماشي مع المحيط ديالو، كيتواصل مزيان، قريب اللاعبين، قريب المحيط ديال النادي، علاقه عنده افقيه ماشي عموديه مع مكونات ديال النادي او المنتخب. هذا بوحدو ما كيكفيش. الحاجه اللي كانت اضافيه هو ان يجيد اختيار الفرق التي يدربها، كتكون عندها واحد الشهيه مفتوحه للالقاب، كيكون عندها امكانيات، كيكون عندها واحد مسلط عليها واحد الضوء في جميع الفرق وجميع المحطات ديالو التدريبيه، وهذا واحد من اسرار النجاح ديالو. اكيد ان النجاح تحقق في مونديال قطر. للحديث عن واحد اللاعب اللي دار ضجه، عبد الرزاق حمد الله، واش ما كتشوفش استاذ حسن بان الجامعه الملكيه او وليد الركراكي نتحدثوا بشكل خاص قام باستدعاء المهاجم نادي الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله عن ضغط جماهيري وليس عن قناعه؟ بطبيعه الحال يعني كان ضغط جماهيري
من اجل اعاده، باش ما نقولوش جلب، اعاده حمد الله الى صفوف المنتخب المغربي. هذا الضغط كيحصل باللي ما كتكونش الكره دايره كما كنبغيو باللغه ديال الكويريه. الفو كتكون نتائج حتى واحد كينساو هذوك اللي ما تناداش عليها. ولكن الجامعه كانت ذكيه في اعاده حمد الله الى التركيبه ديال المنتخب المغربي. كان الجمهور، انا اللي درت استفتاء، راه هذاك الجمهور اللي كان ينادي بحمد الله بعد المونديال تغير الراي ديالو. الا درتي سونداج غتلقى من هذيك 100% اللي ولا 90% غتلقى واحد 10% قالوا يبقى. اذا انا مع الجامعه الملكيه المغربيه لانها اختارت واحد الحل مهم جدا، هو الحل الثالث. قالت انا غنجيب حمد الله، اذا لعب مزيان راه مزيان للمنتخب المغربي، ما لعبش مزيان راه اللي غادي تكون الجمهور غنقول لهم هذاك السيد اللي كنتو كتقولوا لي راه هو. لكن استاذ حسن، هنالك مازال واحد الفئه من الجماهير تقول بان حمد الله لم ياخذ الفرصه المناسبه، يعني ما خداش دقائق كثيره في المباريات، وحتى في المشاركات ديالو كان يشارك كبديل في 10 دقائق ربع ساعه. بغيت نعرف الراي ديالك او الاجابه ديالك على هذه الفئه من الجماهير. واش تعتقد بان ذاك المدرب غادي يختار هذاك اللاعب وغيلعبوا 10 دقائق ولا 5 دقائق صافي هذاك هو اللي باش غيحكم عليه؟ راه كيتريني مع حصص تدريبيه يوميه، راه كيعطيه وقت كافي في الحصص التدريبيه، راه كيلعب ماتشات، كيلعب معاهم ماتشات وديين، كيشوفوه مع اللعابه، راه كيشوفوا، راه ماشي كيجيو كيدخلوا في الماتش رسمي. الا شافوا بانه كيقدر يعطي الاضافه اكثر راه غيدخلوا في الاول، شاف بانه يقدر يكون في اللحظات الاخيره كيدخلوا. ولكن واخا ما لعبش بزاف راه الفرص اللي تحت ليه كانت فرص اللي يغير بها وجه المباريات. كتجي فرص خاصه لان القوه ديالو هو في مربع العمليات، جاو فرص ولكنه اساء التقدير. بدنيا ما كانش مقنع. هادشي شوف، هادشي كيحصل. راه الا خديتي دابا كاس افريقيا وخديتي بعض اللاعبين في كاس افريقيا ورجعتي للصحافه واش قالوا عليهم الناس ومواقع التواصل الاجتماعي، النصيري ما قيل حوله في نهائيات كاس افريقيا في الكاميرون، لما كنتي من الكاميرون تقول هذا اخر مباراه ليه. حتى ياسين بونو طالته العديد من الانتقادات. حتى هو في واحد الكره. ولكن الان الجمهور كيبغي اللاعب اللي يكون فعال ويكون حاسم في مواقف. لان ماشي النصيري دابا نساو الناس بانه النصيري راه كان مرفوض، وان وليد الركراكي كان عنده لوداس باش يقول في ندوه صحفيه ان النصيري راه هو اول اللاعبين اللي غادي نستدعيهم. يعني باش تقولها انت كمدرب تقول لهم شوفوا انا نحيد لكم هذاك الجدل اللي كتسولوا النصيري واش غيكون ولا ما غيكونش، النصيري راه مازال ما دارش لا ليست، راه هو الاول اللي غادي يكون. اذا باش تكون انت مدرب وكتحمل المسؤوليه ديالك في واحد اللاعب وهذاك الحدس ديالك كيولي حدس صحيح، هنا فين كاينه القوه. وبلي كتقول للناس ديروا شويه النيه، راه الكره تقدر تضرب في البار وتخرج وكيوقع داك الشيء. اذا هاد الكاريزما ديال هذا المدرب وهذا الفكر ديال هذا المدرب وهذا البروفايل ديال هذا المدرب ما كانش عندنا قبل، ما دوزناش مدرب بهذا البروفايل. لهذا الا رجعتي حتى الوداد راه قلبات على بروفايل يشبه وليد في مساره، يشبه وليد في تواصله، ويشبه وليد في قناعاته التكتيكيه ايضا. هذا هو علاش ولينا كنقلبوا على هذا البروفايل. كان المدرب كيجلس في واحد كنقولوا واحد الكرسي ديالو بعيد، كيعطي اوامر، كيعطي تعليمات. الان وليتي كتلقاه مع اللاعبين ولا كيسمع اللاعبين. كاين بعض الصور اللي تسربت في قطر ان وليد الركراكي مع لاعبين في غرف النوم ديالهم يتقاسموا معهم مشاكلهم، يتقاسموا معهم همومهم، يتقاسموا معهم جميع التفاصيل الدقيقه في حياتهم، كيبقى قريب لهم. اذا العلاقه ديال اكيد. من ننتقلوا من وليد الركراكي ومن حمد الله الحكيم زياش، رغم قله الدقائق التي يخوضها مع نادي تشيلسي الا انه اعطى الجهد ديالو كامل وظهر بشكل جيد وكان مقنع مع المنتخب الوطني. ما هي الوجهه الانسب للدولي المغربي حكيم زياش؟ بالنسبه لحكيم زياش يعني كان فتره من الفترات كان الناس كيقولوا ماذا قدم وليد زياش لينادي عليه، حيث كانت مطالب بالمناداة على زياش في عهد الخصام ديالو والصراع ديالو مع وحيد. كان الجمهور منقسم كالعاده كما هو الحال في حمد الله،
بين مؤيد ومعارض. الناس كانوا كيقولوا اش غنديروا باش زياش راه كيلعبها 5 دقائق مع تشيلسي الفرقه ديالو. كاين اللي كيقول لك لا راه خصو يرجع لانه غادي يعطي، ولكن كان زياش في المونديال زياش اخر، زياش لا منع، هذا زياش اللي كان كيتقاتل ماشي داك زياش اللي كان كيتسنى الكره تجي. راه شفنا اش كيدير في الكولوار، اذا تغير. بالنسبه للنادي اللي حنا هادشي كيتعلق بمجموعه من العوامل. اولا العقد الذي يربطه بالنادي، خصنا نعرفوا العقد شنو هي التفاصيل اللي فيه. ثانيا واش هو اللي هو ابن المدرسه الهولنديه، المدرسه الهولنديه، واش المدرسه الهولنديه اللي كنقولوا هي الكره الشامله ما كتنجحش في التربه ديال الانجليز. استاذ حسن، الراي ديالك حول التصريحات ديال وحيد خليلوزيتش اللي كانت قبل اشهر قليله وكانت خلال فتره نهائيات كاس العالم قطر 2022؟ واحد من حقه يعبر على ما يخالجه. هو كان مدرب وما كتبش لانه يشارك في هذه النهائيات كما حصل له مع واحد ما داوش. راه ما قاله هو، يقدر يقولوا اي لاعب كان كيعول على انه هو اللي غادي يكون غادي ينهي المشوار ديالو الرياضي في كاس العالم، تحرم من هاد النعمه. راه عبر على قال بانه المغاربه خذلوني، المغاربه اخرجوني من باب ضيق. ولكن كيف اخرجك المغاربه من باب ضيق؟ نظرا لتصريحاتك في هذا الملعب. هذا قال تصريحات اللي مستفزه بطبيعه الحال، غتنتظر انك تخرج من الباب الضيق. هذا هو اللي وقع. اما ما قاله فهو يخصه. وانت شفتي بان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لم ترد على اقواله، اعتبرتها فوره ديال الغضب في واحد الفتره، لانه اكيد انه كان كيتمنى ان المنتخب ما يربحش، ما يوصلش لهذا الشيء اللي غيوصل له. باش يقولوا ليه كون ظلم. وكون ما المغرب ما مشاش لهذه المرحله اللي وصل لها، اكيد ان فئه كبيره من الجماهير غتقول لك وراه الغلط عرفتي فين وقع، باللي حيدوا واحد. وكما قلت لك في البدايه راه ما كاينش تغيير كبير، تبدلات غير اللام بالحق. اكيد حسن، غادي نختموا الفقره الاولى ديال المونديال قطر 2022 بهذا السؤال اللي هو توقع ديالك لمستوى المنتخب الوطني خلال كاس افريقيا 2024. دابا هذا المكان اللي وصلت له الكره المغربيه وضعتك امام رهانات اخرى، رهانات جديده. ما بقاش مسموح لك انت الرابع عالميا، مسموح لك انك تلعب ادوار ثانويه في المنافسات القاريه. دابا وليتي امام امتحانات ما كتهمش دابا غير المنتخب، كتمثل الانديه. دابا الوداد غتدخل المونديال الانديه، غتدخل تلعب كاس العالم للانديه، والعيون مسلطه على نادي الوداد. نادي الوداد بطل المغرب. نادي الوداد كان فيه وليد الركراكي، نادي الوداد فيه 3 العناصر مشاو مع المنتخب الوطني لقطر. اجي نشوفوا هذا المنتخب كيفاش داير. قالوا بان الانجاز ديال الاسود دار ضغط على الوداد، غادي يدير ضغط على الوداد، دار ضغط على الكره المغربيه كامله. واكثر من ذلك ان المنتخب المغربي حتى العقود دابا اللي غادي توقع الجامعه، ربما انا مأكد ان غادي يتبدل العقد ديالها، بعض بنود العقد مع وليد الركراكي. ما غيبقاش انك وصلنا للدومي فينال ديال كاس افريقيا، ماشي منطقيه. توصلتي للدومي فينال ديال كاس العالم وفي العقد دير معاه ثاني الدومي فينال تكون مع الاربعه ديال كاس افريقيا. اذا غادي تعاود بعض البنود، والشهيه ديال الالقاب راه غادي تعاود تكبر. وهذا الشيء حصل ايضا مع منتخب ديال كره القدم داخل الصالات. منتخب كره القدم داخل الصالات ملي وصل للمربع الذهبي ولا مع العشره الكبار، ما بقاش كنقولوا لا شوف غير اهلنا لكاس العالم. لا، كاس العالم التاهيل ديالو ولا تحصيل حاصل، ولينا كنبغيو اننا نكونوا مع الكبار، نكونوا في النهائي. لما لا؟ ان شاء الله باذن الله. غادي نمشيو من الاجواء ديال الملاعب الخضراء الى الصالات، كره القدم داخل القاعه والحماس ديالها. وملي كنذكروا مشاهدينا الكرام كره القدم داخل القاعه، بشكل تلقائي غادي نتفكروا هشام الدكيك والابناء ديالو اللي صنعوا المجد خلال سنه 2022. استاذ حسن، كيفاش كتشوف المستوى ديال ابناء هشام الدكيك في الوقت الحالي؟ وبلي كنتكلموا على كره القدم داخل الصالات ما خصناش ننساو انا كنتكلموا على الدكيك ديما. الدكيك صانع فعلا، صانع الانجاز. ولكن كاين واحد السيد اللي هو
هذا السيد اللي هو سي محمد الجامعي هو الاب الروحي ديال كره القدم داخل الصالات، هو اللي كان من مؤسسي البطوله ديالها، هو اللي كان كيرافق المنتخبات، وكان واحد من الناس المناضلين في هذه كره القدم داخل الصالات في الوقت اللي حتى واحد كان ما كيهتم بهذه كره القدم داخل الصالات، كيعتبرها رياضه ديال الترفيه كيمشيو يلعبوها. الان بهذا الانجاز اللي كيرجع ايضا لهشام دكيك الفضل فيه، الان خصنا نعرفوا بان المنتخب المغربي ديال كره القدم داخل الصالات راه حتى هو راه بحال كره القدم العاديه، حتى هو راه خلى المنتخب المغربي في واحد المكانه، الناس ولاو كيلتفتوا لينا، ولينا كاس افريقيا كنربحوه عادي، ضمن مباريات وديه مع البرازيل، كنلعبوا مع البرازيل، كنلعبوا مع الارجنتين، كنلعبوا مع قوى كرويه هي اللي اسست كره القدم داخل الصالات. اذا المغربي من طبعه راه كيلعب الميني فوت، المغربي من طبعه كيلعب خصنا نكونوا حنا الاوائل نعم على المستوى الافريقي، ولما لا من الاوائل على المستوى العالمي. غادي نذكروا مشاهدينا الكرام بان المنتخب المغربي داخل القاعه سنه 2022 لم يشارك في اي بطوله الا ونهى على منصه التتويج. نمروا مشاهدينا الكرام اخر سؤال هنايا اللي هو توقع استاذ حسن، التوقع ديالك لمستوى المنتخب الوطني للسيدات خلال مونديال 2023 المقام باستراليا. انا باللي مشينا لكاس العالم قطر 2022 وكنا كنتوقعوا بان المنتخب المغربي غادي يدوز الدور الاول، وغادي نعتبروا هذا العبور ديالو للدور الاول انجاز، فاذا به يوم على يوم تلقاو يتقدم، وصل للمربع الذهبي. حتى كرة القدم الذكورية غادي يكون النسائية غادي يكون عندها واحد الحافز. شنو هو الحافز؟ هو ديال الأسود. إذا اللبؤات أيضا راه هما مطالبات، وغادي يكون المغرب والجمهور المغربي معهم باش يتجاوزوا هذاك المبتغى الأول ديالنا هو الدور الأول. بغينا يكون سقف الطموح أعلى، وأنهم ياخذوا القدوة من اللاعبين الذكور، وحتى هما علاش لا حتى هما الجامعات هي دير معاهم نفس الاجراءات ونفس التدابير اللي دارت مع المنتخب ديال سمو، حتى هما يديو معاهم الامهات ديالهم، حتى هما يمشيو معاهم، حافز كبير. حتى هما يديو معاهم باش يكون اللي عندهم حتى هما هذا الحافز. واكيد ان المراه المغربيه راه مراه وقاده. اكيد. كان معنا نهايه الفقره فقره ضيف كان معنا فيها الاستاذ حسن البصري ورئيس قسم الرياضي بقناه تيلي ماروك. شكرا على قبولك الدعوه واستمتعنا بهذا الحوار. العفو مرحبا.